يا مساء الفل، اهلا بكم فيديو جديد من اسلوب حياه. النهارده هنعمل حته حمام كداب تحفه وسريع جدا لاي يوم انت مستعجله ووراكي كذا حاجه. كمان هنعمل بوكس ينفع ننظم فيه حاجات سواء جوه دولاب المطبخ او حتى في اوضه النوم من غير تكلفه خالص يعني. اول حاجه هنعملها، انا اول حاجه بجيب الشيش، وهو الورك بتاع الفريخ بيكون مخلي من العظم. بخلي بتاع الفراخ يخليه من العظم. وبجيبه بغسله وبتبله دايما. ده بصل، بفرم بصل في الكيكي او في الكبه وبحط عليه توابل فبيكون منقوع. وهنا ده برضو نقع فريك معاه بصل مقطع عادي، يعني انا مش مشوحاه يعني. الفريك بس منقوع ومعاه مقطعه بصله. وهنا هطلع يعني خل السنين هجهزهم جنبي عشان هحشي الورك بالفريك، واكون بقى بدبسهم بالخلة السنين، بقفلهم بخلة السنين. هو بتاع الفراخ المفروض يعمل لي زي جيب كده في الورك، بس هو فاتح لي الورك على النهايه يعني. بس مش مشكله يعني، هنتصرف يعني. انا بحب الطريقه دي في ايه، ان انا دي العلبه دي منزلاها من الفريزر، فاليوم كله الوراك منقوعه في التتبيله دي، هو البصل بالتوابل. عايزه اقول لك التكايه دي، ان انت بتكوني بتجهزي الحاجه بس وبتنقعيها في التتبيله، بتاخد الطعم في حته تانية خالص. يعني الاكله بتفرق قوي لما تكون متبله واخده راحتها، غير ان احنا نكون متسربعين. فطبعا لما نكون مجهزين قبليها، دي انا مجهزاها في الفريزر من كذا من وقت قبل كده. انا بس امبارح نزلتها وحطيتها في التلاجة من تحت. النهارده اليوم كله قعدت يوم كامل في التلاجة من تحت منقوعه بقى في التتبيله. طلعتها الصبحيه بقى وابتديت اشتغل دلوقتي فيها. فانا بس هحط في كل ورك شويه فريك اللي انا حاطه له بصل. انا حاطه له بصل وبهارات الفراخ واي تتبيله انت بتحبيها من التوابل بس. وبحط الورك كده وبحط فيه شويه فريك وبحاول اقفلهم بالخله. بس يعني اللي بياخد الطعم ويخليه يعني حلو قوي، هي بحس التتبيله والحاجه تكون واخده راحتها قوي في التتبيله، ما نكونش متسربعين. انا مش هقفلها يعني، انا مش لازم قوي اتاكد انها مقفوله، ان هي كده كده انا هحطها في الالترا. يعني في ناس بتحب تشوح ال الحمام الكداب او الوراك دي، بتحب تشوحها الاول، فلازم تكون مقفوله كويس. انا كده كده هحطها في الالترا، هي هتتسلق وهتتحمر وكل حاجه يعني ايه جوه الالترا. انا هنا بحاول لو في حاجه وقعت كده من جنب اكمل حشو باقي الفريك اللي وقع مني كده. بحاول ادخل كل الفريك جوه الورك كده. فاهي بالشكل ده انا قفلت الوراك وهحطها. هعمل بقى برضو هعملها واحده تاني معاكم. بجيب اهو الورك افرده كده، وهحط عليه حوالي معلقتين فريك بس. وبعد كده هقفله بالخله. احاول كده يعني اجيب كل جنب كده جنب التاني، بس ادوس شويه عشان ايه يمسك في بعضه، يعني يمسك الفريك شويه مع اللحمه يعني. بس احاول اوصل الدبابيس الخله واقفل بيها الفراخ. بس يعني ده اللي انا يعني ده الوقت اللي اخدته مني، ان انا احط احشي على طول واقفل الفراخ. لكن كل حاجه كانت ني في ني، انا الفريك بس نقعاه هو البصل. هكمل كل الكميه دي بنفس الطريقه ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى قفلت الفراخ كلهم بنفس الطريقه. جت زاد عندي شويه فريك، فانا هحط الفريك من تحت الفراخ عشان يكمل سوا ويتحمر في نفس الوقت. يعني كانه طاجن فريك، يعني كانه طاجن فريك، وكمان فوقيه الحمام الكداب. هو بياخد طعمه ويتحمر ويبقى فظيع يعني يعني في الطاجن. وهنضيف له ميه كاني هسوي رز. يعني الميه اللي هحطها، هحط مقدار يعني كأن صباعين ميه فوق الفريك، كأني بسوي رز بالظبط. يعني الميه اللي بحطها في الرز هي كميه الميه اللي هحطها للفريك الزياده. هو عايز اقول لكم بيطلع طعمه خرافه. بس انا عشان دي في الالترا لازم انه اي ميه اضيفها تكون ميه مغليه. هضيفها من الكتل
بس اكون متاكده من حقيقة الفريك. انا حاطه له الملح وحاطه له البهارات، حاطه له كل حاجه. انا بس هنا دلوقتي هضيف الميه السخنه. بس هنا قبل ما هضيف الميه السخنه بجيب كيس كاتشب واحد، بحط كده زي نقط كده على الفراخ من فوق. عايز اقول لكم بتدي لون في الالترا رهيب رهيب. يعني انا الحركه دي بعملها سواء مع الحمام الكداب، او حتى لو هعمل فرخه مشويه، اي طيور مشويه جوه الالترا، حطوا كيس كاتشب كده وزعوه نقط كده على الحاجه، وبالفرشه بظبط الكاتشب كده. ده كيس كاتشب، بظبط يعني زي بطبطب كده على الكاتشب كده من فوق، بيديه تحميره وطعم يعني وشكل رهيب جدا. انا عايز اقول لكم انا هغطي الالترا، هحط الغطا في الفرن، بس الطعم بيبقى حكايه بجد. جربوا التكايه دي ان انتوا تحطوا كيس كاتشب كده توزعوه صغير على الحاجه، بيفرق كتير. وكمان هجيب معلقه بابريكا، هكون بحط على الوش معلقه بابريكا باودر كده، اوزعها كده بالراحه على وش الوش من فوق. بس كده. لو هجيب الميه المغليه اللي في الكتل هحطها بس في جنب، مش هحاول ما تجيش على الفراخ لان انا حاطه عليه طبعا كاتشب وبابريكا. مش عايزه اي حاجه من الحاجه اللي على في الوش دي تيجي عليها ميه. هحط بس من الجناب ميه لغايه لما الاقي الميه ارتفاعها حوالي 2 قيراط او حاجه 2 صباع كده فوق بعض بالمنظر ده. ميه كتيره شويه عشان بس الفريك. لكن انا لو حاطه مثلا مش حاطه فريك، ممكن احط بصل تحتيها طبقه بصل، يبقى كويس قوي هتستوي زي الفل. لكن انا هنا حطيت ميه كتير عشان حاطه الفريك. بس هحطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه او 200 درجه. هتقعد معايا حوالي ساعه في الفرن او ساعه وربع. طبعا من فرن لفرن بيختلف على حسب الفرن بتاعك. اهي كده طلعت، شايفين شكلها؟ عايز اقول لكم انا مش ما رفعتش الغطا، هي متغطيه، فبتطلع الفراخ من جوه طريه جدا، ناعمه قوي قوي، ومن بره مقرمشه ومحمره بشكل رهيب. وبرده الفريك يعني طعم الفريك اللي من جوه ليه طعم، واللي بره ليه طعم تاني، يعني الاتنين حلوين قوي. بس الفريك اللي بره تحسيه كده مقرمش على طري، مش يعني في كده يعني هو مقرمش سنه يعني، او ناشف سنه، يعني عارف المفرول ده كده. جميل جدا. غير بقى طبعا اللي من جوه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. نيجي بقى للكارثه اللي عندي تحت الحوض، الدنيا تقلب تعدل فيها. عايزه اوضبه من بدري، ومش عارف يعني ايه، كل شويه وقت العيد كنت اخد حاجات ما وضفتوش وقت العيد. فقلت لا، عايزه يعني ايه، عايزه فكره اعملها. الفكره فيها انا كنت حاطه بوكس فيه فوط اللي بستعملها في الايد. فقلت لا، انا عايزه انقلها مكان تاني، بس عايزه اعمل لها بوكس كده اكون بحط فيه كل فوط الايد. هنا كان عندي سبت خضار اللي بيكون عند بتوع الخضار ده الاسود، ده كنت جايباه ومغلفاه بورق اللي هو الرول اللي بيبقى لزق، يبقى مفرش اللزق دي. ده كنت جايباه ومغلفاه. عايز اقول لكم ما استحملش خالص معايا، مقارنه بان في بوكسات نفس الفكره، بس كنت مغلفاها بقماش، يعني بقماش عندي عاشت اكتر. فالرول البلاستيك ده او تغليف البلاستيك ده باللزق ده مش بيعيش خالص، يعني مش متين خالص في الاستعمال. فانا هنا هفك بس البلاستيك اللزق ده هفكه، وهكون بغلفه بقماش. معاكم هوريكم طريقتي في التغليف الحاجه ازاي. ده قماش ده كانت ملايه قديمه، ده الكنار بتاعها، الجزء اللي من تحت الكنار بتاعها لما ملايه قديمه بتبوظ مني، بحاول اقص الكنار اللي فيه تطريز والشغل ده، اكون بستخدمه في حاجات تانية، اغلف بيه بوكس، اغلف بيه حاجه بيكون شكله حلو، وفي نفس الوقت يعني حاجه مش مكلفه. اجيب حاجه او اشتري قماش او اكلف نفسي. يعني اول حاجه هعملها ان انا هتخلص من كل البلاستيك ده، هشيله خالص. وانا كنت مبطنه البوكس بزي برضو كرتون، اي كرتون عندي كنت مقسماها، بحس ان لما بحط كرتون على البوكس ده بيديله كده زي سماكه، وبيخلي التبطينه بتبان شكلها احلى. هنا بس انا هاخد الدوران، بقيس بس الدوران بتاع القماش،
وبحط برضو اي قماشه من جوه هبطن بيها من جوه. انا هنا دلوقتي هلزق كل الكرتون ده هلزقه في الجناب، وكل الجناب هتكون بلزقها كويس واتاكد ان هي لزقت كويس، وبرده من تحت ومن فوق، يعني من جوه البوكس وبره البوكس. هنا جبت برده القماشه كده بقيس، عايزه ان انا ابقى بحط الحاجه او القماشه جواها، وبشوف اي زياده ممكن بقصها، لكن بحاول احط كده القماشه واكون بقى اثبتها في الاركان بمسدس الشمع. كل ركن كده اثبت القماشه فيها، وبخلي اطرافها تنزل من بره، يعني عايزه الجزء من بره ينزل يبقى زياده. بس هحاول يعني احطها بشكل كده حلو كانها يعني مثلث، يعني ادخل اي زياده من تحت، اي زياده في القماش من تحت، عشان تكون القماشه هي مفروده يعني. بطلعها واي حته الزقها في الجناب بمسدس الشمع، واي حاجات زياده احطها من ورا، يعني ما اخليهاش تبان. وكله بمسدس الشمع، بلزقه بمسدس الشمع. يبقى انا كده بطنت الاول من جوه. اوكي، باي قماشه عندك، يعني انا ممكن تكون خداديه قديمه مش عايزاها، مش مستخدماها. انا هنا دي تحت البوكس من تحت برضو حطيت له كرتونه عشان تبقى له قاعده، عشان برضو ما يجرحش في دولاب المطبخ في الدخيل والتطليع، يبقى تبقى له قاعده كده، يبقى حلو. وبرضو بمسدس الشمع هلزق الكرتونه في البوكس، واتاكد بس ان هي تمسك كويس. وبعدين برضو بنفس فكره القماشه جزء منها هاجي احطها واتاكد بس المقاس مظبوط واقصه، يعني اي زياده هقصها. وبرضو هلزقها بمسدس الشمع، اتاكد ان كل حته كويسه واكون بلزقها. فكده انا لزقت من جوه البوكس الاول، وبعد كده القاعده بتاعه البوكس من تحت، واي ثنايات اكون بتنيها بشكل كويس كده، كاني عارفين فكره لما كنا بنغلف الكراسات، كنا بنتني الكتب زمان، والكراسات كنا بنغلفهم، يعني ما كانش فيه التغليف الجاهز زي دلوقتي. بس اي حاجه كده اتنيها بشكل حلو عشان تبقى شكلها حلو. فهنا الاول بحط القماشه من غير ما الزق، بعد ما حطيتها كويس خلاص اوكي عجبني شكلها، اكون بثبتها بالمسدس الشمع. انا كده كده مبطنه من جوه، مبطنه من تحت من بره، فده بس الا زي شكل كده، زي كورنيشه بتغطي المفرش، او بتغطي البوكس بشكل حلو. لكن هو كده اوريدي اتغلف، بس اثبته من تحت كده ومن الجناب. لو حتت مثلا مقصوصه غلط او مقصوصه فيها شراشيب، اكون بتنيها لجوه وبكون بلزقها بمسدس الشمع. وده شكل البوكس بعد ما خلصته. شايفين شكله جميل كده يعني، وكانه حاجه جاهزه، كانه حاجه من الحاجات الجاهزه اللي شكلها جميل، حتى لو هي جوه دولاب المطبخ او جوه دولاب الملابس، عايزه احط فيها تيشرتات، احط فيها واجهات، اكون بنظم فيها اي حاجه. فالفكره دي عمليه جدا، وهو باسكت فاكهه يعني. عايزه اقول لكم عامله منه افكار كتيره في الدواليب البيت عندي في الدولاب، منظمه فيه حاجات كتيره. ده البوكس اللي كنت حاطه فيه الفوط تحت الحوض، فانا هنا هوضب بس الفوط، وهكون بنظمها بشكل طولي عشان اي فوطه انا عايزاها اكون بتلفاها. هي الفوط دي فوط يد، وكمان في فوط بستعملها في حاجات في التلاجة، فانا بس عارفاهم بالالوان يعني. فانا هوقفهم كده بالطول عشان اي فوطه اكون بحتاجها اكون بعوزها. بس حقيقي شكل البوكس بعد ما خلص عجبني قوي، حسيته كده كيوته يعني، ظريف يعني. وحقيقي بجد القماش بيستحمل، لما بغلف بيه حاجه بيقعد سنين سنين كتير قوي. بوكسات عاملاها من مثلا من 10 سنين او حاجه، وقاعده معايا لغايه دلوقتي. وممكن نفس الفكره لو انا مش معايا بوكس بتاع الفاكهه ده، ممكن اعملها بكرتونه، بس تكون كرتونه متقويه شويه، يعني مش كرتونه شيبسي، لا، كرتونه كده، كرتونه عظمها ناشف زي ما بيقولوا، اكون بقصها الارتفاع اللي انا عايزاه. وبرده نفس الفكره اكون بغلفها باي قماشه، اي حاجه كده عندي يعني مش مستخدماها، مثلا خداديه اللي ملايه قديمه يعني والملايه دابت والخداديه قاعده كويسه، ممكن استخدمها في كل واحده فينا هتلاقي قماش في البيت عندها حاجه مش محتاجاها قوي. بس كده، وهكون بحط البوكس ده في مكان تاني غير تحت الحوض. في حواليكم هحطه. ده هنا الجزء اللي تحت ركنه المطبخ،
هنا حاطه بوكسات، حاطه فيها لانشات بوكس. هنا حطيته كانه درج، يعني احطه اطلعه وادخله بنفس الطريقه، وتكون الفوط مترتبه فيه. ده هنا نفس الفكره، ده كان بوكس كرتون، وانا مغلفاه بالورق اللزق ده، بس يعني هو ابتدى يتقطع زي ما قلت لكم، مش بيستحمل. انا هنا موقفه جواه اللانش بوكسات. وبرده يعني هنا ده بوكس حاطه فيه طواجن زياده عندي. نفس الفكره، البوكسات اللي من تحت برده حاطه فيها لانشات بوكس موقفاهم. الفكره دي بتساعدني في التنظيم، اكون عامله بوكسات كانها درج، يعني فكره البوكسات دي بتساعد قوي في التنظيم. هنا بقى نيجي لتحت الحوض، طلعت طبعا كل الحاجات دي طلعتها، وقعدت افرزهم، احط الحاجات اللي شبه بعض جنب بعض، والحاجات اللي ملهاش لازمه يعني، وفي حاجات كانت فاضيه وكان مش عارفه كانت بتعمل ايه. المهم رجعتهم كده ونظمتهم. انا هنا زي حاطه ماسوره، دي معلقه عليها اي حاجات رشاش. وهنا ده كان منظم الاربع ادوار، بس اتكسر مني، مستغلاه ان انا حطاه جوه تحت الحوض. وده هنا بوكس حاطه فيه شويه فوط بنضف بيهم بتاعه التنظيف. بس يعني فمستغليه المنظم اللي عامل كانه اربع ادوار ده، لما اتكسر مني حطيته تحت الحوض. وهنا حاطه برضو دي علبه حاطه مجمعه فيها كل الفرش. هنا الحاجات اللي بعيده او الحاجات اللي من ورا او من تحت، والحاجات اللي انا بستعملها كتير هي اللي مخليها قدام. يعني هنا في علبه حاطه فيها الاقراص بتاعت الغساله. وهنا برضو البودر، ان انا بستعمل ساعات البودر ساعات اقراص على حسب يعني، لو حاجه متوسخه قوي بحط لها اقراص، فخليتهم جمعتهم في علبه شفافه من قدام. فهكذا اي حاجات بستعملها كتير هي اللي بخليها من قدام. فكده الدنيا حاساها اتنظمت. انا لو عاوزه اتلافى حاجه اتلافاها بسهوله. وحقيقي فكره المنظم ده اللي اتكسر مني، نشكر ربنا هو يعني اتكسر، فاستفدت بيه ان انا نظمت فيه من فوق ومن تحت حاجات، فساعدني في تنظيم تحت الحوض يعني. فنستغل اي حاجه موجوده عندنا نستغلها. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في التنظيم بشكلها، ايه الدنيا، او بشكل البوكس كمان رايكم ايه فيه، عجبكم ولا انا بص، انا فكره ان هو قماش جوه المطبخ برضو يعني ايه، خايفاه هيوسخ، مش عارفه يعني. انا دايما القماش ده عاملاه اكتر في اوضه النوم، فمتخوفه شويه من فكره القماش. بس هجرب واقول يعني، وانتوا قولي برضه رايكم ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. لو مش مفعله زر الجرس فعليه على الكل، عشان اي فيديو بينزل على القناه يوصلك اشعار بيه. اشوفكم في فيديو جديد من اسلوب حياه، ربنا معاكم.